اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى عاملين فيديو جميل جدا ومشوق طبعا للكل. عاملين عن سندوتشات المدرسه، وانا حابه اقول سندوتشات المدرسه مش اللانش بوكس، لان احنا يعني مشكلتنا بنقلد الافكار بتاعت الغرب. يعني ايه كلمه لانش بوكس؟ لانش بوكس دي يعني معناها وجبه الغداء او بوكس الغداء. طبعا اطفالنا بيروحوا المدرسه الصبح، فطبعا مفيش حاجه اسمها لانش بوكس، هو اسمه بريكفاست. بريكفاست يعني الفطار، فطارنا الصبح. اول حاجه حبايبي حبيت اقول ايه، دلوقتي اكتر حاجه بتدي طاقه الصبح وباور لينا كلنا كاطفال وصغيرين، ان احنا ناكل اكل صحي، لان اهم وجبه هي وجبه الفطار. دي الوقود اللي بتحرك الجسم طول اليوم، وعلى اساسها هتعرفي آه، تشغلي يومك وتمشيه. هتاكلي فطاري كويس، يبقى خلاص اليوم بتاعك بسم الله ما شاء الله هيمشي حلو جدا. هتبقي مش واكله كويس، ابنك مش فطران كويس، هيبقى فيه خمول وكسل طول اليوم. طيب انت يا لما بتعملي ايه؟ اقولك انا اول حاجه ببركه ربنا وبسم الله ما شاء الله، انا بقوم اول حاجه من النوم انا بقى كلمه حتى والاطفال لازم البلحيه دي، التمريه على الريق. طبعا بنتوضى وبنصلي، وبعد كده بشرب كوبايه ميه كبيره. الميه يا جماعه على الريق مفيده جدا، بتدي باور وبتدي حيويه للبشره، وبتنبه جهازك الهضمي ان خلاص ان هو كده صحي، فيبدا ان هو يشتغل. بعد ما تشربي كوبايه ميه او ابنك برضو بتاكلي تمرايه من واحدة يعني 3 5 أي عدد فردي أهو. دوت موجود طول السنة يا جماعة، هو طبعا باقي عندنا من رمضان، لكن هو متوفر طول السنة. ولو انتي جبتي علبة وخليتيها طول الشهر جميلة جدا. فده أول اختيار لينا، ممكن أطفالنا يفطروا عليه. ما ينفعش ابنك أو بنتك ينزل المدرسة وهو على لحم بطنه، لا لازم إن شاء الله حتى واحدة بس، تمراية واحدة. مفيش تمر عندك برضو من ضمن الحاجات الغذائية البليلة، ممكن تجيبي ب10 جنيه ب15 جنيه بليلة وتعمليها باللبن، وياكل معلقتين 3 طبق صغير. يعني بصي حتى ممكن بقولك معلقتين كبار، مش حاجة يعني، بس ما تنزلوش كده. يبقى اول حاجة معانا عندك خيارين، لا اما البلح لا اما البليلة. طبعا انا ما بحبش الكورن فليكس. بدال الكورن فليكس لو في شوفان برضو ممكن نعمل شوفان من بالليل كده نحطه في اللبن بالعسل، بيبقى مفيد جدا. برضو مش شرط ياخد كمية كبيرة، انت عارفة حضرتك لو خد كمية صغيرة جدا هتكفيه، هتبقى برضو ان هو ما ينزلش كده من غير اكل. انا بقى لما بتعمل ايه، انا ما بديش مصروف، انا خالص استحالة ادي مصروف. لو اديت مصروف ده ممكن يبقى مرة كل شهرين ادي 10 جنيه. اصل اقل حاجة الطفل هياخدها هي 10 جنيه، هيجيب بيها ايه؟ هيجيب بيها كيس شيبسي، باكو بسكوت عادي جدا، مش هيعمل له اي حاجة. طب ما انا بدل ما ادي 10 جنيه كل يوم يعني 300 جنيه في الشهر، طب ما انا اوفر الفلوس دي واخليه نازل البوكس بتاعه بتاع الفطار مش بتاع الغدا، عشان ده هنتكلم في النقطة دي دلوقتي. ما شاء الله بيبقى فيه حاجات جميلة جدا واكل صحي ومشبع. ايه رأيكم؟ انا بشوف اطفال بياخدوا معاهم بانيه، بياخدوا معاهم برجر. مش فاهمة يعني ايه طفل او حد كبير اصلا ان هو يقوم من النوم ياكل بانيه مقلي، او حتى ان كان مشوي، او ياكل برجر ويدخل بطنه كمية يعني دهون وحاجات غير صحية على الصبح. طب ما هو طبيعي سكر الدم عنده هيعلى، هيبقى في خمول بعد كده، مش هيكون نشيط ولا هيكون في حيوية ولا صحة. بصوا بقى، انا عندك اول حاجة انا بجيب جبنة مزارع دينا. مفيش مزارع دينا في المكان اللي انت فيه، عندك رودس طبيعي جميلة جدا برضو، بس بلاش الجبنة اللي هي من الزيوت المهدرجة، غير صحية يا جماعة. الفلوس المصروف اللي انت هتديها لابنك او لبنتك، لا احنا بنجيب بيها حاجات مفيدة. وانا هقولك دلوقتي هيبقى البوكس بتاعه مليان من خيرات ربنا. وخلوا بالكم يا جماعة، ده هي فترة صغيرة اللي الولاد بيقعدوها في المدرسة، هيصحوا 7 مثلا او 6:30، هياكل اي حاجة زي ما انا قلتلك، تمراية او بليلة او شوفان، كورن فليكس يا ستي لو عندك، بس هاتي اللي معلهوش الوان اللي هو الطبيعي.
وبعد كده هياخد السندوتشات بتاعته مع الحاجه اللي هقولك عليها، وهي كام ساعه وهيرجع تاني. بنزود بس سندوتش او اتنين لو مثلا في ولاد بتطلع من المدرسه على الدروس. طبعا احنا معانا اللانش بوكس ده. انا على فكره جبت كذا لانش بوكس، بس ده اكتر حاجه عجبتني ان الماركه دي ماكس دي جميله جدا، وتقسيمته حلوه قوي في السندوتشات. هنا هو ممكن نحط فلفل، خيار، جزر، اي حاجه متوفره عندك من الخضروات. ما ينفعش اللي هو وجبه الفطار تبقى عند ابنك ما فيهاش خضار، لازم خضار او فاكهه، اي فاكهه متاحه عندك. ما فيش فاكهه، اهم حاجه الخضار. تقسيمته جميله جدا يا جماعه. بصوا من جوه ما شاء الله بياخد كتير. انا جبت كذا نوع لانش بوكس، بس بصراحه ده اللي عجبني وانا محافظه عليه من السنه اللي فاتت. بقاله عندي داخل سنه على السنتين اهو ما شاء الله، عشان محافظين على الحاجه. انا بقى اول فكره معايا، انا بجيب جبنه مزارع دينا. انا هنا جبت البرطمان ده مزارع دينا، ده جبنه معجون جبنه بالقشطه. في منها جبنه عادي ساده، بس الطعم ده هو اللي عجبنا جدا، جميل. طب دي بكام يا لما؟ دي انا كنت جايباها في اول رمضان، عشان طبعا انا عامله يعني انا بعمل حسابي على اللانش بوكس اللي انتوا بتقولوا عليه بقى لانش بوكس، خلينا نقول عليه سندوتشات المدرسه. اول حاجه انا جبتها وعينتها، دي جايباها من اول رمضان، عامله حسابي برضو على اخر 10 ايام في الشهر ان هيبقى في دراسه. دي كانت عامله 170 جنيه. كنت بجيب بصراحه الحجم الاصغر منها كان بيبقى عامل 90 جنيه، فانا لقيت دي اوفر لي، حجم كبير وجميله جدا. دي هتقعد معايا اللهم بارك شهرين، بدل ما اروح ادي فلوس يجيبوا بقى حاجات هايفه. لا، هو دي جميله جدا. طب دي مش عندك عادي على فكره بمشي برضو. دي مش محتاجه بقى لا فلفل جنبها في السندوتش، يعني هي بتتاكل كده طعمها جميل، بس بحط برضو فلفل اخضر. ده المتاح عندي النهارده، طبعا احنا ردة عيد طالعين من عيد، فده المتاح عندي الفلفل. هحط فلفل، هغسله طبعا، انا غسلاه اصلا وحطاه في التلاجة مغسول. بحط قرن او قرنين ويقطعوا مثلا شرايح وبياكلوها. ما عندكيش جبنه مزارع دينا اللي هي القشطه دي او مش بيحبوها، عادي جدا ممكن نجيب مزارع دينا برضو عادي. هنا اسطنبولي ده المتوفر عندي برضو. دي علبه احنا واكلين منها معايا من تقريبا من نص رمضان. فممكن دي بقى نحط عليها زعتر. الزعتر يا جماعه جميل جدا، نحط عليها زعتر ونقطع عليها طماطم وفلفل، لو عندك زيتون برضو وبتتحط في الساندوتش تبقى جميله جدا. وبنعمل برضو مش عايزه جبنه خلاص مفيش مشكله. انا بقى كنت جايبه بسطرمه، كنت جايبه يعني حبه حلوين كده حوالي 80 جنيه. قلت برضو خليهم للبيت، لان البيت فعلا بيزفر. لو انت عملتي بيض مسلوق بيعمل ريحه مش حلوه. طب الحل ايه؟ انا جبت البسطرمه دي معايا، بقطعها حتت صغيره جدا وبعينها في برطمان صغير او علبه صغيره بلاستيك صغيره، بعينها فيه وبطلعها بقى اقلي بيها الصبح بيضه او بيضتين مع زبده. الزبده فايدتها جميله جدا، يعني يفضل انك انت تقلي البيض للاطفال بالزبده عشان قيمتها الغذائيه بتبقى فيها. عندك سمنه مفيش مشكله، حتى لو عندك زيت بس يكون زيت نظيف زي سلايت، عباد، هلا، اي نوع من الانواع دي تمشي معاكي برضو مفيش مشكله. عشان بس يرضوا ياكلوه تعمليه كده، ممكن تقطعي معاه طماطمايه وقرن فلفل وتعمليه قرص مدور في العيش اللي هو بتاع البرجر، بيبقى خطير جدا بجد وطعمه جميل ومفيش اي زفاره. اهو ده كده اختيار تاني. بعد كده معايا الفول. انا طبعا الفول اللي كنت مدمساه خلص ولسه محدش بصراحه فتح، فانا جبت علبه فول هارفست دي كان عليها خصم، جايباها ب 18 جنيه. الفول ده برضو ممكن نعمله بالسمنه البلدي، بتدي قيمه غذائيه عاليه. ممكن نحط معاه برضو خضار، طماطم، فلفل. ممكن نعمل فول بالبيض لو انت مش حابه البسطرمه، فول ببيض. الفول تقدري تشكلي فيه زي ما انت عايزه، انواع كتير. يبقى كده معاكي 3 خيارات للاكل الحادق اللي هو لا بيض، فول ببيض بقى، بيض ببسطرمه، او حتى قرص بيض عادي. لو عندك جبنه موتزاريلا ممكن تحطي عليه. عندك الجبن، لان ما ينفعش سندوتش مبقاش فيه جبنه، يعني هو لا يوم بيض جبنه فول، هو دي الحاجات المعتاده الصحيه اللي احنا بناكلها وبتوفر الشبع للطفل وبتديله برضو طاقه. المثلث الصحي اللي بقى اللي الدكاتره كلهم بيقولوا عليه اللي هو العيش، الجبنه اللي هو البروتين، او البيض او الفول مع الخضار.
هو ده كده يبقى اخد اكبر قيمه غذائيه المطلوب ان هو ياخدها. انا بقى بالنسبه للعيش، انا بقى النهارده ما حدش فاتح عيش فينو، فانا جبت العيش دوت جميل جدا برضو، انا على طول بجيبه يعني لما بيبقى الظروف سامحه. هو كان ب35 الاول، دلوقتي بقى ب50 جنيه. محدش فاتح بقى طبعا، فانا مشيتها كده الاسبوع ده. ده طعمه جميل جدا، وبجيب الاسمر ده اللي هو بالرده، ما بجيبش الفاتح. انا بمشيها ايه بقى، اسبوع عيش من دوت، اسبوع عيش فينو، اسبوع عيش اللي هو الابيض الشامي برضو بيبقى جميل جدا. يعني تقضيها كده عيش بلدي اللي هو السياحي، لان الاطفال ما بيقدروش ياخدوا معاهم عيش بلدي، بس لا عادي ممكن ياخدوا، ما فيش مشكله. لو عندك طعميه اللي هو تبقى خطيره جدا بقى بالطماطم بالفلفل كده، سندوتشات برضو تقضي معاكي يوم وتبقى زي الفل. كله فضل ونعمه من ربنا. نيجي بقى للسندوتش اللي هو هيديهم طاقه، اللي هو السكريات. انا بقى بجيب ايه، بجيب اول حاجه عندي دي قشطه. دي قشطه وش اللبن، لان انا كنت جايبه قشطه بصراحه من علا بس خلصت. الزبده والقشطه من عنده علا يا جماعه، علا محمود من بلبيس، خطيره جدا على فكره والله العظيم. ده مش اعلان ولا دعايه، بس انا لما بجرب حاجه كويسه بقول لكم عليها. عادي يعني كلنا نجرب، كلنا ياما جبنا حاجات من مصادر وقالوا حلوه وطلعت فعلا مش حلوه. فانا جربت حاجه كويسه ومنتج كويس، مفيش مانع ان انا اقول لكم عليه. زي الفسيخ برضو كان خطير جدا بصراحه من عند ولاء صبري، ربنا يبارك لها يا رب ويكرمها. فدي معايا قشطه، القشطه دي معايا اساسي. انا اصلا ممكن اعمل لهم، يعني ممكن اعمل سندوتش قشطه كده بيبقى خطير جميل جدا. وقشطه وش اللبن حلوه، بتعينيها في علبه كده وتنفع معاكي وقت الازمات. معايا بقى هنا حلاوه سبريد، انا بجيب يعني دي اللي بتعجبني، سبريد وسهله الفرد، هي معلقه واحده في السندوتش بتبقى تحفه، فردتها حلوه جدا. ممكن تحطي معاها بقى القشطه، يدي طاقه وباور جميل جدا وقيمه غذائيه عاليه. يبقى عندك الحلاوه مع القشطه دي اساسي. بصوا بقى، انا كنت برضو انا جايبه مربى اللي هي مربى التين. بصوا ده عندي بقاله 3 شهور، حطاه في التلاجة، على ان احنا مش بنستخدم المربى كتير لان هي كلها سكريات بصراحه. ف يعني انا بحب الحاجه الصحيه، السمسم فوائده اعلى بكتير من المربى اللي هي كلها سكر. ماشي، يبقى انت كده معاكي ساندوتش جبنه او بيض او فول زي ما قلنا، ومعاكي السندوتش المسكر اللي هو هيديه طاقه وباور طول اليوم. نيجي بقى هنا للمشروبات. بصوا بقى، انا كنت جايبه بصراحه الازاز دي اللي هي بتاعت هيلسي، عصير هيلسي. لما نكون مثلا خارجين وحد عطشان عايز يشرب عصير، دي كانت عامله 15 جنيه. فانا بصراحه بجيبها عشان العلبه الازاز بتاعتها بقول هتبقى حلوه، انا هقدر استفاد منها وصحيه عن البلاستيك. فانا بقى جبت 2، يعني مره كل مثلا شهر، مره كل 3 اسابيع نبقى في درس في حاجه وعايزين نشرب عصير، فمش مشكله بنجيب واحده، ما احنا ما بناخدش مصروف. ففلوس المصروف دي انا بعرف اعمل بيها ايه حاجه تانية مفيده. فايه يعني لما اجيب علبه ب 15 جنيه، 15 جنيه ما بتجيبش حاجه، اجيب ازازه واستفاد بعد كده بالعبوه بتاعتها. انا بقى انا هنا عامله عصير كركديه، طبعا من بركه رمضان. ايامه جميله فعلا افتقدناها، ربنا يعوضه علينا بخير. انا عندي كركديه، فانا كنت عامله عصير كركديه، فانا قلت بكره باذن الله هديها معاها كركديه. طبعا الكركديه صحي جدا، بيزود الطاقه وينشط الدم، وانا بحبه. والجو النهارده فعلا الصبح كان حر، فلو بكره ان شاء الله الجو هيبقى حر برضو، فدوت هيبقى مشروب صحي ويرطب كده على القلب. طب ما عندكيش كركديه، انا في لبن، ممكن ناس بتحب اللبن بالعسل كمشروب لوحده، وممكن بتحط عليه كاكاو هوت شوكليت او كاكاو ساقع عادي جدا، حابه تعمليه سخن مفيش مشكله. انا بقى بعمل حاجه في الكاكاو. بصوا بقى، لو تلاحظوا هنا في كاكاو فاتح وغامق. الكاكاو الفاتح دوت كاكاو عادي اللي هو دريم، انا جايبه دريم بصراحه. الكاكاو الغامق ده كاكاو اسباني. انا بحب احط الكاكاو الخام، اقلب منه معلقه مع الكاكاو اللي هو العادي. ليه بقى؟ لان الكاكاو الاسباني دوت الخام قيمته الغذائيه عاليه جدا يا جماعه، خطير، فهو مر. فاحنا بنخلطه مع الكاكاو العادي، يعني هي معلقه صغيره بخلطها مع الكيس اللي هو بتاع الكاكاو. بس انا عشان الكيس كنت مفضيه في برطمان، فمش عندي عشان انا اوريه لكم.
فانا كده حبيت بس اوريكم الفكره. ومش بحلي الكاكاو يا جماعه بغير مثلا لو حابه تحليه هي معلقه عسل. انا عن نفسي ما بحليش الكاكاو، بحط يعني بحب طعمه كده يكون ظاهر. وطبعا السكر كتره غلط. حتى الكركديه انا محلياه مش مسكر قوي، يعني سكره مقبول. فانا بقى بعمل ايه؟ عندك عصير كركديه ماشي، عصير تمر، عندك جوافه، ممكن تجيبي كيلو جوافه او نص كيلو جوافه. هي الجوافه دلوقتي عامله 40 جنيه. ممكن نجيب نص كيلو نضربه. النص كيلو دوت هيعمل لك مثلا اللهم بارك ممكن 3 ازاز من دي. ونجيب كيلو فراوله ب20 جنيه. يبقى انت كده عندك عصاير الاسبوع كله، ويعدي كمان الاسبوع. حابه تعملي بقى ايه؟ زي زبادو كده، بتجيبي علبه زبادي وتحطي معاها الفراوله وشويه لبن وتضربيهم مع شويه عسل. يبقى الزبادو احلى زبادو عندك انت عملتيه طبيعي وجميل مفيد جدا للاطفال. يبقى كده طفلك معاه اللهم بارك الجبنه، البيض، الفول. حابه تجيبي جبنه رومي، جبنه يعني اي نوع جبنه انت بتحبيه، بس انا بفضل ايه الجبنه الطبيعي. لان هم فعلا الدكاتره قالوا حتى الجبنه الرومي يا جماعه مش صحيه برضو للاسف. فانا خليني في الحاجه الصحيه برضو. مش ما فيش مانع ان انا هجيب في مره جبنه رومي، جبنه فلامنك. مش شرط ان احنا نروح نجيب مثلا ب100 وحاجه، لا انت بتروحي تقولوا عايزه ب50 جنيه، عايزه ب40 جنيه، هو بيديكي بالميزان. وفي جبنه مزارع دينا برضو منزله جبنه حلوه قوي. ان شاء الله هجربها فلامنك. الباكت عامل 110 باذن الله، يعني اول الشهر كده هنجيبه. تمام. يبقى انت كده معاكي كل حاجه، حتى بقى البسكوتات. كلنا اكيد طبعا عندنا باقي بسكوتات العيد زي ما هي، ما كلناش منها كتير. انت هتحطي له بقى معاه في البوكس قطعه بسكوت واحده من اي نوع هو يحبه، او يعني شوفي بقى النوع المفضل ايه وياخده معاه. يبقى كده اللهم بارك اهو. اللهم بارك البوكس بتاعه هيكون مليان. وبلاش نقول يا جماعه اللانش بوكس. لانش بوكس يعني وجبه غدا، دي وجبه فطار. هيبقى هو كده مش يعني اخد كل حاجه هو محتاجها في وجبه الفطار بتاعته. ما شاء الله هيكون خد كل الفيتامينات. ويجي بقى باذن الله من المدرسه لو انت عندك بقى اوميجا 3 يا ريت تديله. انا برضو هعمل لكم حلقه حلوه قوي عن المكملات الغذائيه والفيتامينات والحاجات اللي احنا المفروض ناخدها كبار وصغيرين. يعني ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتبقى حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. ولو انت لسه يعني بتشوفيني لاول مره وما اشتركتيش في القناه، تشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي لي متابعه. ويا ريت تقولي لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في اللانش بوكس. برضه بقول لانش بوكس في البوكس بتاع بوكس الفطار للمدرسه او سندوتشات المدرسه زي ما احنا بقى كنا بنقول. وكنا بنحطها في اكياس. والله كانت احلى ايام، وايام كلها خير وبركه. ما كانش فيه الحاجات اللي هي بتاعت دلوقتي. حبيت بقى عايزه اوريكم برضو الزمزميه اهي. انا جايباها تانك، اوريها لكم اهي. تانك دي جميله جدا يا جماعه، بتحافظ على الميه، خطيره في المحافظه على الميه. دي كانت عامله 225 تقريبا. هي عندي بقى لها سنه. كنت جايبه الحجم الاصغر منها، لكن بصراحه هي بصوا هي شكلها ضخم كده، لكن هي برضو من جوه تاخد حوالي لتر ميه. الاصغر بقى كانت بتاخد نص لتر. فطبعا الولاد بيكبروا وبيعطشوا والجو فعلا بيبقى حر. فانت كده معاك يعني هو ما شاء الله يبقى معاه الاكل بتاعه والخضار. لو عندك ثمره فاكهه برضو حطيها، موز، حطي موزايه. عندك جوافيه حطيها. بس يا جماعه عايزاكم تراعوا حاجه، ان في اطفال ممكن ما تبقاش عندها مقدره ان هي تجيب. فما ما تبالغوش في الحاجه اللي مع الاطفال مع اولادكم، عشان ممكن يبقى في اطفال تانية مش عندها المقدره على كده. يعني محدش يودي مثلا طفل بتفاح، بكيوي، بفاكهه غاليه، بعصير يكون غالي، لا. ويا ريت لو حد فيه مقدره انك انت تعملي سندوتش زياده مع ابنك لاي حد معاه في الفصل، يكون مثلا عنده ظروف، ممكن مامته بتشتغل مش فاضيه ان هي تعمل له اكل. الله اعلم بظروف كل واحد. في ناس كده فعلا بتبقى ليها ظروف صعبه، عن مثلا اسره عندها طفلين 3. الناس دلوقتي يا جماعه ما بقتش قادره تعمل فعلا السندوتشات لان هي بقت مكلفه جدا. فلا مفيش مانع خالص انك انت تدي ابنك او بنتك سندوتش زياده واحتسبيه عند ربنا. ربنا يخلفه عليك ان شاء الله. عادي جدا لو عملتي سندوتش جبنه زياده، سندوتش مربى زياده،
يعني هو اللقمه زياده هتبقى تعمل ايه؟ بالعكس، ده هتعود عليكي انت بكل خير وبرزق وصحه فيكي وفي ولادك. آه، فيا ريت برضو ما تنسوش النقطه دي، يعني ما نبالغش في الحاجه اللي مع الاطفال. واي حاجه انت عاملاها مش مشكله ان انت تعملي سندوتش زياده. خدي يا حبيبي، خدي يا حبيبتي لحد جنبك، اديله. حابه بقى تعملي سناك. حابه بقى نسيت اقول لك على حاجه، حابه تعملي بقى سناك. تقولي مثلا ابني بنتي بيحبوا الكاراتيه والشيبسي والحاجات دي. هقول لك على حاجه حلوه قوي. بصي انا هنا ده برطمان ملح كان بتاع دوبيلا اللي انا بستعمله. انا ما برميش الحاجه يا جماعه، بحافظ عليها، يعني بعمل لها اعاده تدوير. هي البرطمان شكله شيك وحلو. فانا كنت جايبه كيس فشار اللي هو الاطيب، جميل قوي برضو، احلى من السايب. الكيس كان عامل 25 جنيه تقريبا. فانا استخدمت منه والباقي فضيته في العبوه دي. شكلها جميل وحلو. فانتي بقى لو حابه تعملي لهم مثلا فشار، ممكن تعملي برضو فشار. وفي بقى كيس بهارات كده بيتباع، بهارات بطاطس، بهارات بطعم الجبنه، او لو رشه ملح برضو عادي. وتعملي لهم ياخدوه معاهم. مع ان انا مش بفضل برضو فكره السناكس دي يا جماعه، هم كده كده مش رايحين حفله ولا رايحين رحله، ده هم رايحين يتعلموا. وهي يعني السندوتشات اللي احنا هنعملها، سندوتش الجبنه مع مثلا المربى بالقشطه، مع المشروب بتاعه اللي هيشربه، مع قطعه البسكوته، او لو في مثلا فاكهه، ثمره فاكهه، خلاص هو كده الحمد لله شبع. العيش ده يا جماعه مشبع جدا. بالرده اللي هو ريتش باك ده انا جايباه، توست بالرده عشان يبقى حبه كامله. مفيد جدا. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هوريكي برضو عايزين نعمل اكل صحي. ونحاول بقى نستبعد الدقيق الابيض والحاجات اللي معموله من الدقيق الابيض دي. علشان ايه؟ عشان صحتنا. خلينا بقى ايه، نهتم بنفسنا شويه وبصحتنا في ظل الاوضاع اللي احنا فيها، وان الامراض اللهم اكفنا شرها يا رب، في امراض كتير انتشرت. فاحنا نحاول نحافظ على صحتنا على قد ما نقدر ونعمل اللي علينا. ويا ريت بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ويا ريت تشيروا الفيديو وتعملوا لي لايك، وما تنسيش تشتركي في القناه. وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلب لما. وقولوا لي بقى هتاخدوا ايه من الافكار دي، وايه الافكار اللي عجبتكم عشان تنفذوها عندكم.